حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده جايبه لكم فيديو. بصراحه انا ما كنتش عاوزه انزله، بس ايه، قلت انزله لكم يعني عبره. دي واحده اسمها هبه السيد بتعمل فيديو، وكان معاها ولد اسمه زياد وبنت اسمها حبيبه. كانت متجوزه ومعاها من جوزها 4 اولاد تقريبا، فاتطلقوا وولادها فضلوا معاها. معرفش ايه السبب اللي حصل. هي حاليا متجوزه راجل تاني وحامل. المهم نزلت من يومين فيديو بتقول فيه: هل البيبي اللي في بطني ده يا جماعه ابن جوزي ده ولا ابن طليقي؟ ما علينا، احنا مش هنعمله له جي ملناش فيه. المصيبه بقى السودا انها النهارده نزلت فيديو. انا كنت فكرته مقلب. انا قلت مقلب من مقالب البلجر العاديين، هم بيعملوا ببعض مقالب وطول النهار شغالين لنا مقالب. طيب طلعش مقلب؟ لا، ما طلعش مقلب خالص. دي نزلت بتقول انها بنتها وابنها الاخوات، يعني الاخ والاخت، على علاقه، ولقتهم في وضع وخل، وجايبه بنت وولد بيحكوا اللي شافوه. ماشي، شافوا حبيبه وزياد مع بعض. هي بتقول انها عملت الفيديو ده علشان تعبت من سؤال الناس. انا بس عايزه حاجه واحده، ان الست دي تتسجن لانها بتتكلم في اعراض وحقوق الطفل. لازم تتدخلوا عشان دي ما تنفعش تكون ام خالص. بتقول اتصدمت لما شفت ابني مع بنتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ابني، حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت يا ستي. لابد من محاسبة الست دي. اللي بيقولوا صنعت محتوى، ده مش تصنيع محتوى خالص، ده مش محتوى، ده حاجة مقززة. هبة جايبة أبنائها، وبتقول وطالعة في فيديو تقول دخلت على أولادي لقيتهم كذا كذا كذا. وإيه دي بتقول قدام الناس لايف، والعيال تحكي وما فكرتش في الأثر النفسي ولا شكلهم قدام الناس باقي عمرهم. ايه وكل ده عشان تعمل مشاهدات وتلم فلوس؟ ومش مهم العيال. فين دور خط نجدة الطفل؟ فين دور الحكومة في كده؟ المفروض الشكل ده يتحاسب. حاجة زي دي تتحاسبي. واحدة زي ديت لازم تتحاسب يا جماعة. ديت مش صنعة محتوى، دي مسيئة بتسيء لكل البلجرات اللي في السوشيال ميديا. في ناس محترمة بعد الهجوم والبلاغ عن البلجر دي بتحذف الفيديو من صفحتها، بس المنصات بتعيد النشر لمحاسبتها تاني. ماشي، هي بتعمل كده عشان تغيظ، بتنتقم من طليقها وبتحصد مشاهدات. كله غضبان منها وانتقادات، ولازم الشكل ده يتحبس يا جماعة. الشكل ده يتحاسب. لازم نبقى لنا وقفة ونغضبوا ضد الأشكال دي. دي مش دي مش انتي حاجة مقززة. انتي بصي يعني ما يتقالش عليكي أم خالص. الأم اللي بتحمي ولادها، مش اللي بتفرج عليهم العالم.